تعالي بقى لما نفصص التوم البواقي اللي عندي. طبعا انت شايفين التوم في كبير وفي صغنن، فطبعا انا قلت حرام ان هما يتركنوا وانا مسافرة، فعبال ما هرجع هيكونوا بوظوا. فتعالوا بقى، الفكرة دي حلوة جدا جدا وهتعجبكم وهتعجب كل ست بيت شاطرة. خليكم على اخر الفيديو وما تروحوش في حتة، علشان الفيديو ده هيعجبكم قوي قوي. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا جبتهم وابتديت ان انا افصصهم، وابتدي ان انا افصصها كلها بالطريقه اللي انتوا شايفينه ده، الكبير والصغير كله. لو انت عايزاه تفصصيه في 3 دقايق خليكي معايا لاخر الفيديو وما تروحيش في حته لحد ما تسمعي الفيديو وتركزي فيه، بدل ما التوم بتاعك يبوظ او يحصل له حاجه او يضرب. وخلاص كده فصصتهم كلهم. خلاص كده تعالوا بقى ايه هوريكم هنعمل ايه. طبعا دي ميه مغليه، ما تكونش ميه بارده، تكون ميه سخنه، وتكون ميه سخنه قوي كمان زي ما انتم شايفينه كده. زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي، وهتملوا ميه سخنه عليه. وطبعا انا سبته يعني عملت الموضوع ده بالليل، وقمت بقى الصبح ايه عشان اعمله. زي ما انتم شايفين بصوا بيتفكك من بعضه كده بكل سهوله، مش هياخد قسما بالله ما ياخد في ايدك 3 دقايق. قومي 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 كده وما تكسليش واعمليه بدل ما يبوظ. وايه وهقولك على السر ان انت تحطيه في الفريزر، وبصي ما يحصل لهوش اي حاجه، حتى لو باش، لو الميه باشت من عليه مش هيحصل له اي حاجه. زي ما انت شايفه كده انا بوشته في قلب الميه المغليه. والميه المغليه حلوه جدا عشان خاطر هي اللي بتفككه من بعضه. زي ما انت شايفه كده انا هبتدي بقى ان انا افصصه كله بالواحده كده. وبكده زي ما انتم شايفين كده بقى هروح بقى افصصهم كلهم وهرجع لكم تاني على طول. ما تروحوش في حته، خليكم معايا. زي ما انتم شفتوا انا كده خلصت بقى الكميه بتاعتي، وممكن كمان كنت اعمل كميه اكتر من كده، بس انا دول اللي عندي خفت لا يبوظوا. زي ما انتم شايفين وابتدى ان هو اصفر خلاص كده داخل ان هو يبوظ، فطبعا مش هستنى لحد ما يبوظ. طبعا بتجيبي اي مضرب عندك، حتى لو مضرب التوابل اللي انت بتعملي فيه، مش لازم نتكبق تضربي فيه، او ممكن يكون الهون، لو عندك هون تروحي برضو ضربها فيه ضربا مربحا لحد ما تلاقي اتهرى معاكي. زي ما انت شايفة كده انا عملت اول كمية اهي، وهعمل تاني كمية زي ما انت شايفين كده بالطريقة دي. وطبعا ما بحطش اي حاجة، ولا بحط ملح ولا شطة ولا اي حاجة. اوعي تحطي اي حاجة، اي حد يقولك حطي حاجة على الثوم ابدا، اوعي تحطي اي حاجة، كل ده اكاذيب. زي ما انت شايفة كده عملت تاني كمية ضربتها ورجعت لكم تاني. تعالي بقى يا ست الكل، هتجيبي اي علبة عندك تكون مغلقة ما يخش لهاش هوا. طبعا زي ما انت شايفة كده اي علبة عندك او اي برطمان، ما عندكيش علبة ممكن يكون برطمان، تغسليه كويس جدا وتنشفيه حلو قوي قوي، وتبتدي ان انت تحطي التوم كله فيه وتروحي. زي ما انت شايفة كده هروح فرداه بالطريقة دي كده، علشان لما اجي اخد منه يبقى في المظبوط بالظبط. طبعا الخلطة دي تقعد معاكي شهر رمضان وتاني شهر بعد رمضان، وممكن تقعد معاكي لمدة 3 شهور او 4 شهور الكمية زي ما انت شايفة كده. وهتبتدي ان انت تحطيها في الفريزر تستعمليها في اي وقت. اهم حاجة تنسوش اللايك والاشتراك وتقولنا رأيكم.